بعد انتهاء مباراة الاهلي وصن داونز سمعنا حاجات وشفنا حاجات كتير جدا بين جمهور الاهلي وبين الاعلام وبين المنتقدين وبين المؤيدين من الجانبين، حتى جمهور المنافس او المنافسين سواء على الصعيد المحلي او الافريقي. سمعنا تصريحات وسمعنا لوم وسمعنا عتاب وسمعنا حاجات كتير جدا، منها زي ما قلت بين المؤيد والمعارض، اللي بيهاجم الكابتن محمود الخطيب واللي بيهاجم مجلس الإدارة بأكمله، وباللي يهاجم اللاعبين أو بين اللي بيهاجم بعض اللاعبين واللي بيهاجم أيضا المؤيدين من الجماهير لمجلس الإدارة أو العكس. كان سمك لبن تمر هندي بين الجمهور، كله بيلوم في مجلس الإدارة. أي نعم، لم نتهاون مع من يؤثر أو مع من يقصر في حق الأهلي، سواء لاعب أو فني أو إداري أو حتى مجلس إدارة. ولكن الحقيقة لما تقعد مع نفسك كده وتهدى وتدور على الحقيقة، إيه هو السبب اللي أدى إلى هذا المستوى الهزيل للنادي الأهلي، مش قدام صن داونز بس، حتى قدام المقاولين في الدوري في المباراة الأخيرة وما قبل المقاولين، وحتى مباراة الهلال والمريخ التي سبقت مباراة صن داونز. مستوى الأهلي في الفترة الأخيرة غير مرضي. أدى الأهلي مباريات قوية جدا في كأس العالم للأندية، أولها طبعا وكانت أبرزها وأقواها مباراة الأهلي أمام ريال مدريد، وكنا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق مفاجأة كبيرة وعظيمة أمام ريال مدريد، لولا إن أنت خسرت بالأخطاء اللي هي مفروض إنها ممكن تحصل. فرق الخبرات، فرق اللعيبة، فرق طبعا لصالح ريال مدريد. ولكن كان في أداء قوي، كان في أداء فني، كان في أداء إداري، كان في أداء من اللاعبين. خسرنا بنتيجة كبيرة ولكن كنا راضيين ومتقبلين الهزيمة لأن كان في أداء. طيب، هل هناك زي ما قلنا تقصير من اللاعبين؟ في تقصير من اللاعبين أو بعض اللاعبين. هل هناك تقصير من الجهاز الفني؟ في تقصير من الجهاز الفني. ولكن هل هذا هو السبب الوحيد ان الاهلي يتغلب او يظهر بالاداء ده؟ لا طبعا. مجنون من يعتقد هذا الامر، غير او لا يعرف او لا يريد ان يعرف الحقيقة، اللي بيؤمن بان اداء الاهلي لهذا الامر فقط. ولكن المثل المصري الكبير او المعروف اللي بيقول ان قلت ما تخافش وان خفت ما تقولش. ولكن الكابتن محمود الخطيب اللي تحمل وتحامل برغم مرضه الشديد والكبير عشان خاطر النادي الاهلي يفضل موجود، برغم التحذيرات الشديدة من الاطباء المعالجين لحالة الكابتن محمود الخطيب، ودايما ان هم بيقولوا له انك مفروض تبعد عن الوسط الرياضي والشد والجذب الموجود في الساحة الرياضية، سواء الشد والجذب اللي بينك وبين رئيس نادي الزمالك والقواضي اللي طبعا مرفوعة، او تعب الاعصاب او شدة الاعصاب اللي موجودة طبعا في مباريات النادي الاهلي. الكابتن محمود الخطيب ده زي ما قلنا اللي تحامل وتحامل كثير جدا علشان خاطر النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب ده اللي طلع قال بالكلمة كده بالنص لا خلاف على ان احنا نفهمها اكتر من اللي احنا هنقوله دلوقتي. طلع وقال النادي الاهلي مش للبيع، او النادي الاهلي ليس للبيع. طب ما تفهموها بقى، افهموها واعقلوها وفسروها. طيب، هل بقى مارسيل كولر المدير الفني اللي الناس طالعه بتقول يمشي مش النادي الاهلي يا جماعه؟ في الفتره الاخيره النادي الاهلي غير مدربين كتير جدا عشان مهاجمه الجمهور اللي بيبص لها من الناحيه الفنيه فقط. بيتسو موسيماني كان محقق بطولات ومحقق انجازات ومحقق مباريات ومحقق، فجاه امشي. مش موسيماني، واللي قبل موسيماني لاسارت وفايلر وغيره حتى مانويل جوزيه الصانع الاقوى لتاريخ او بطولات الاقوى في تاريخ النادي الاهلي، في اخر ولايه ليه كان هوجم من جمهور الاهلي بطريقه كبيره جدا لم يغفر له تاريخه مع الاهلي. طيب، هل مارسيل كولر هو اللي قال لكهربا
يضيع الكرة اللي على خط الجون في ماتش سان داونز؟ هل مارسيل كولر اللي قال لمحمد شريف يضيع اكتر من انفراد او يضيع اكتر من كرة سهلة؟ هل مارسيل كولر اللي خلى رامي ربيعة او خلى محمد عبد المنعم يترقص في ال 18 من لاعب مش معروف؟ هل مارسيل كولر اللي قال للشناوي في الجون الاول والجون الثالث بالتحديد ان هو ما يدخلوش في عيل صغير او ناشئ صغير انه يعمل الاخطاء دي؟ لا طبعا. هل مارسيل كولر اللي قال لعلي معلول بدل ما ترفع الكرة على راس اللاعب اللي كان موجود فاضي تطلعها بره؟ لا طبعا، في اخطاء. ولكن مارسيل كولر اللي قال كده؟ طب هل بقى مارسيل كولر او النادي الاهلي او الكابتن محمود الخطيب قال لاتحاد الكوره ورابطه الانديه ما تاجلوش ماتش المقاولين اللي قبل ماتش سان داونز يبقى اقل من 72 ساعه وعندنا سفر اكتر من 18 14 ساعه عشان نلاعب سان داونز، نروح قبل الماتش بيوم واحد ما نتمرنش الا تمرينه واحده على ملعب الماتش؟ هل مارسيل كولر اللي قال للرابطه او الاتحاد يعمل كده ويتعنت في تاجيل ماتش المقاولين؟ مارسيل كولر في احد المباريات قال انا ما عنديش وقت اتدرب، ما عنديش وقت اعمل خطه بين ماتش وماتش. بتلعب الدوري دي طريقه تانية ونظام تاني، لما تلعب في افريقيا اكيد طريقه تانية ومدارس تانية ونظام تاني. مفيش وقت انه يدرب، مفيش وقت انه يعمل خطته، ده برغم الاصابات من جهد المباريات وضغطها. هل كل ده تعنت رابطه الانديه زي ما اتكلمنا؟ زي كنت اجل يا اخي، زي ما اجلت ماتش سيراميك للزمالك والزمالك ارتاح اكتر من حوالي 8 او 9 ايام قبل ماتش الترجي. جه هنا الترجي لاعب الزمالك كاله. الزمالك سيبك بقى من ضربه الجزاء الخياليه بتاع الجزيري وغيره، ولكن في النهايه الترجي لم يكن موجود في هذه المباراه وتفوق نادي الزمالك. خد راحه، خد وقته. يا جماعه في اساليب كتير جدا وفي حاجات كتير جدا بتدبر وتدار، مش تطبيل ولا اختلاق اعذار. انا قلت زي ما في تأثير في اسباب خارجية تانية. النادي الاهلي بيتعمل له مصايد مميتة للقضاء على هذا الكيان العظيم. اللي عايز يفهم كلامي بعقلانية براحته، اللي مش عايز يفهم كلامي بعقلانية وياخدها بقى في مكان تاني ويوديها ويلف ويدور براحته. في الاول والاخر ده النادي الاهلي اللي فرحنا، واقسم بالله ما في حاجه بتفرح الشعب العظيم ده، الشعب المضغوط ده، غير النادي الاهلي وبس. لا عاد عندنا منتخب قوي يفرحنا زي منتخب وجيل حسن شحاته الجيل العظيم، ولا عاد عندنا منتخب شباب ولا منتخب اولمبي، ولا عندنا اصلا استراتيجيه، ولا عندنا اصلا يعني هيكله، ولا عندنا اصلا خطط ان احنا نصنع كده كرة القدم في مصر ونطورها حتى لمدة شهر جاي. مفيش اللي يعمل كده. نادي سان داونز تعاقد مع المدير الرياضي لنادي تشيلسي السابق. الناس بتفكر تطور. نشوف الكرة السنغالية على مستوى المنتخبات، المنتخب الاول، المنتخب الاولمبي، منتخب الشباب، منتخب المحليين، استحوذوا تماما على كل بطولات القارة كمنتخبات. ناس بتطور من نفسها. فاحنا عايزين نقفل بقى الصفحات دي، عشان هنقعد بقى نقول الاهلي وهيصعد ازاي واحنا اللي حاطين نفسنا. النادي الاهلي ياما مر باصعب من كده. الاهلي لما بيروح منه الطوله بيعوض ب100. في عقوبات، في اجراءات لابد من مجلس الاداره. مفيش مشكله ولا جدال ولا نقاش في ذلك. اكيد هيبقى في اجراءات صارمه وتاريخيه في تاريخ النادي الاهلي من الكابتن محمود الخطيب ولجنه الكوره وشركه الاهلي. ولكن فين جمهور الاهلي؟ زي ما انت طالب من مجلس الاداره انه يوقف مهازل او يمشي لعيبه كانت ما تستحقش ان هي تنضم للنادي الاهلي، كما يوجد وجهه نظر كتير جدا من الجماهير بتقول كده، لابد ان جمهور النادي الاهلي يقف ورا فرقته وورا ناديه وورا مجلس ادارته، حتى لو انت مش راضي على مجلس الاداره. ولكن في الاول والاخر ده مجلس اداره النادي الاهلي اللي جمعيته العموميه اعضاء انتخبوه واحنا دعمناهم. قبل الكابتن محمود الخطيب يجي كنا بنقول الخطيب رئيسا للاهلي، الخطيب رئيسا للاهلي. الوقت الخطيب لا يصلح،
لا طبعا، انا من الناس اللي بعد الماتش انتقدت مجلس الاداره، لان كنت تعبان وغيران وزعلان على المباراه اللي اداها النادي الاهلي. ولكن انا بعترف ان انا اخطات في كابتن محمود في حق كابتن محمود الخطيب، ومش عيب ان انت تعتذر، ومش عيب ان انت ترجع. مش بقول ان هو ما قصرش، مفيش بني ادم في الدنيا في مكانه ما بيقصرش، مفيش بني ادم. فرنسا لما لعبت كاس العالم او نهائي كاس العالم وخسرت قدام الارجنتين، الحكومه هناك او وزير الشباب او المنوط بالاداره القرويه في فرنسا اقال الاتحاد الفرنسي بالكامل، لانه فشل انه يفوز بكاس العالم، مش انه فشل انه يصعد حتى لكاس العالم زي الاتحاد بتاعنا. لا كاس عالم ولا كاس ولا كاس ولا اي بتنجان خالص. فاحنا محتاجين ناس تفكر لصالح القرى المصريه. النادي سواء اهلي سواء زمالك سواء بيراميدز سواء فيوتشر او اي نادي بيمثل مصر، لابد نقف جنبه، لابد ندعمه، مش نادي عن نادي لا طبعا، ومصالح وناس بتخاف من الصوت العالي، وده هيطلع يهاجمنا. مفيش كلام ده. في رياضه، في قانون، في ناس بتمثل بلدك باسم قارتك والعالميه. مين اللي بيعمل كده غير النادي الاهلي؟ لازم اقف جنبه وادعمه. ادي للناس دي حقها، ادوا لهم وقتهم، ادوا لهم وقتهم وادوا لهم حقهم، ريحهم، ادعمهم صح. وبعد كده احنا نحاسب بقى، نقول له يا كولر الناس جابت لك صفقات وانت ما عملتش، ابقى بره. نقول له يا اهلي الناس وفرت لك الراحه اللازمه بين ماتشات الدوري وبين الكاس وبين افريقيا، ادوا لك وقتك، دعموك، اجلوا لك، ظبطوك. ما عملتش يبقى انت اخطات، اللعبه دي كلها بره. انما لو عملوا كده بقى وعملوا انجازات وبطولات يبقى على الراس. يبقى ندعم صح، نقف صح، عشان نعرف ان احنا نواجه ونعرف نحاسب. بس كده، دي وجهة نظري وحبيت ان انا اقولها. خلاص نقفل الكلام ده خالص، مباراة وانتهت، بطولة وانتهت، والله اعلم. يوجد امل ان شاء الله بان يفوز الهلال يفوز صن داونز على الهلال في السودان، وطبعا يفوز الاهلي على مباراة القطن في الكاميرون، ويفوز على الهلال في القاهرة بفارق هدفين اذا تعادل الهلال مع صن داونز. واذا هزم الهلال من صن داونز يفوز الاهلي على صن داونز على الهلال باي نتيجه ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي في القادم، وكل التوفيق لمجلس الاداره. وبنقول له يا كابتن محمود احنا في ظهرك لغايه ما تخلص مدتك. اذا حبت الجمعيه العموميه انها تجيبك تاني، احنا كجمهور معانا غير الدعم، لان احنا ناس صوت. تمام؟ اذا شافت الجمعيه العموميه ان انت لا تصلح وتشوف حد تاني، احنا مع اللي جاي. وكل الشكر والتقدير للجمعيه العموميه للنادي الاهلي والمجلس الاداره بالكامل، سواء الموجود او السابق او اللاحق باذن الله. حين القاكم على كل خير وامان. دمتم الاهلي ودام الاهلي لكم. مع الف سلامه.